برغم الهزيمة امبارح، وبرغم ان الواحد مش متعود ان النادي الاهلي يبقى خسران ويبقى شايف اي حاجة ايجابية، لكن تحس ان في امل. ليه بقى في امل؟ عشان انت لاول مرة في كاس الرابطة فعليا تلعب بفريق الشباب. يعني في الثلاث مشاركات اللي النادي الاهلي شارك فيهم، دي اول مرة انا بقى فعليا بلعب بالشباب، اللي هو بدعم الشباب بواحد ولا اتنين ولا تلاتة اقصى حاجة. يعني الملعب كان فيه حسين الشحات ومصطفى العش ومحمد سيحة، تلاتة، والتمانية شباب. فلما اقول ان الشباب دول عندهم ما بين 16 ل 20 سنة بيلعبوا فرقة رزلة زي فرقة غزل المحلة واتغلبوا 2-1 وفي اخطاء تحكيمية كتير وحكم متحامل بشكل كبير جدا على النادي الاهلي، فنقول تمام، يعني الحمد لله. زي ما كنا بنقطع الفترة اللي فاتت كلها في قطاع الناشئين، وان انا ما عنديش ناشئين، وان ازاي النادي الاهلي الناشئين بتوعه او فريق الشباب بتاعه ما يبقى مش عارف يتعادل، وكمان معاه اللعيبه الاحتياطي بتاعت الفريق الاول. يعني احنا اول ماتش لعبنا احنا لاعبينه بالفريق الاحتياطي كامل، اللي هو الفريق الاحتياطي كامل ده المفروض يبقى عنده القدره ان هو يغلب اي فريق في الدوري المصري مستريح. ده انت بتلعب في النادي الاهلي يا ابني، ده انت بتقبض على الاقل مليون جنيه في الشهر. يعني انا متاكد ان اصغر عقد لواحد في القوام الاساسي او القوام الاحتياطي بتاع الفريق الاول على الاقل مليون جنيه. بس قبل ما نتكلم عن الماتش وعن التفاصيل وعن الايجابيات اللي في الماتش، عايز كده اقول حاجه بتحصل كتير. الاول كنت بقول ان هي يعني ايه، بالصدفه، ان ناس يوتيوبر كتير مشاهير وناس محللين كوره كبار ومعروفين وليهم اسمهم على اكتر من مره، بعد انا مثلا ما انزل الفيديو بفتره والفيديو يبدا يسمع، تلاقي نفس فكره الفيديو بتتعمل بنفس الطريقه بنفس الكلام باقتباسات صريحه من اللي انا بقوله. ابقى متبني مثلا راي ما، والراي يكون غريب وراي بيتهاجم، وبعد فتره تلاقي ان في يوتيوبرز او السوشيال ميديا بدات تتكلم في الراي ده. على سبيل المثال وليس الحصر، الهجوم مثلا على محمد الشناوي، او ان الناس مش عاجبها اداء الشناوي. انا بدات ان انا اعمل محتوى رياضي على السوشيال ميديا تقريبا من سنه ونص. من بدايه ان انا بعمل محتوى كنت بقول كفايه الشناوي، ودلوقتي وقت مصطفى شوبير. الشباب بقالهم 3 4 شهور ماسكين في الحته دي. طب انتوا كنتوا فين قبل كده؟ طيب، حمزه عبد الكريم من اول مره شفته مع النادي الاهلي مع الفريق الاساسي قبل ما يبقى بيلعب في كاس الرابطه بشكل مستمر، يعني مع فريق الشباب او مع فريق الاحتياطي على الشباب، وكان في وقتها في اشاعات او في تصريحات ان هو رايح برشلونه. فانا كنت بقول يا جماعه انا ما شفتش كاس العالم للشباب، وما شفتش اماره لحمزه عبد الكريم في مستواه مع الاهلي ان ده مثلا يبقى لعيب ممكن نادي اوروبي يهتم بيه. انا ما شفتش حصل ايه مع كاس العالم للشباب، ما شفتش كاس العالم للشباب. لكن اداؤه مع النادي الاهلي لا، ما يجيبش يلعب في النادي الاهلي اصلا. يعني ما يجيبش ان هو يتصعد للفريق الاول في النادي الاهلي ويلعب معاهم. هتيجي مثلا واحد زي محمد عبد الله، هقول لك عنده حاجه. هتيجي الواحد زي عمر سيد معوض، عنده حاجه. لكن حمزه عبد الكريم، المهم مش ده موضوعنا خالص، مش هنتكلم عن حمزه عبد الكريم. لكن كام يوتيوبر بدأوا يتكلموا في نفس النقطة دي امبارح وأول امبارح. طيب، أنا ما عنديش مشكلة، بالعكس ده ممكن يبقى توارد خواطر، ممكن تبقى مصادفة، ممكن يبقى الناس دي، يعني مش عارف أقولها لك إزاي، بتشوف الفيديوهات وعجبهم رأيي. ممكن يكون بدأ الرأي دوت يبقى عندهم بعد تراكم لماتشات معينة أو لحاجات معينة، فكل ده لذيذ. بس اللي أنا عايز أقوله بقى للناس اللي بتتفرج على الفيديو ده أو الناس اللي بتتابعني، نعمل بقى لايك وسبسكرايب عشان خاطر يعني نخلي الفيديوهات بتاعتنا تتشاف أكتر. لأن ناس أساميهم مهمة في التحليل الكروي ومعروفين وليهم جمهورهم، ومش هقول بيقتبسوا مننا، لكن هقول إن هم عندهم نفس آرائنا،
بس عندهم نفس الاراء متاخر شويتين عننا. فاحنا بقى نطلع شويه. طيب خلينا دلوقتي نكمل في الماتش. طبعا الحكم كان غريب، اي حاجه ممكن تتحسب على النادي الاهلي لازم يرجع فيها للفار، يعني اي حاجه ضد النادي الاهلي لازم نرجع فيها للفار. اداؤه كان سيء. حسين الشحات الى حد ما كان فايق، فسيحة جه عليه كورتين او كورتين خطيرين، الكورتين الخطيرين جون، ما عملش تصدي، ما عملش انقاذ متميز، ما عملش حاجه يعني ايه تحسسك ان لا انا حارس كبير. هو كل اللي حصل ان هو بيحسسك انا حارس عادي، انا حارس كويس. فنتمنى يمكن الماتشات الجايه تبين لنا حاجه او تورينا حاجه تطمنا شويه، لان سيحة ممكن بكل سهوله وبكل بساطه الشناوي لا قدر الله يتصاب، مصطفى شوبير ياخد انذارين، ففجأة يبقى سيحة هو اللي بيلعب. فسيحة بالمستوى اللي احنا شايفينه حتى الآن ده مستوى ما يطمنش على حراسة مرمى النادي الأهلي، يبقى كأنك بتلعب بالشناوي بالظبط اللي هو ما عملش اختلاف. فده بالنسبة لسيحة. بالنسبة لحمزة عبد الكريم، احنا قلنا في المقدمة مشاكلنا ايه مع حمزة عبد الكريم، ان هو ما اداليش حاجة. يعني الراجل مؤدب زيادة عن اللزوم، متربي 10 مرات، اللي هو لما حد بيجي يخش عليه هو يعني بيخاف يدخل عليه يجرحه، بيخاف يدخل عليه يزعله يضايقه من كتر ما هو متربي. فحمزة عبد الكريم يعني ما اعرفش، انا مش قادر احكم برضو عشان ما نبقاش بنظلم حد وبنكسر في حد. ممكن يبقى امل وممكن يبقى حاجة كبيرة في الكرة المصرية بعد كده، بس انا محتاج اقعد مع الكشاف بتاع برشلونة اللي قرر ان هو مصر ان هو يضم حمزة عبد الكريم، عشان اعرف هو شايف ايه انا مش شايفه، او حد من الناس اللي مقتنعه يقعد معايا كده يكلمني راجل لراجل ويقول لي انا شايف كذا 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 فاقتنع. بس انا حتى الان بالنسبه لي حمزة عبد الكريم مش مقنع. طبعا امبارح حسين الشحات لبس شارة الكابتن، ومن بعده مصطفى العش اللي لسه ما كملش موسمين في النادي الاهلي ولبس شارة الكابتن. يعني انا افتكر ان علي معلول عشان يلبس شارة الكابتن دي قعد 6 سنين ولا 8 سنين عشان قبل ما لبس شارة الكابتن يعني، وبعد ما لبس شارة الكابتن بعدها لعب ماتشين ومشيناه. فالموضوع ده كان غريب. يعني انا كان بالنسبة لي واحد من الشباب الصغيرين اللي اصلا كده كده موجودين في النادي الاهلي وابناء النادي الاهلي وبيلعبوا لهم في النادي الاهلي بقالهم 4 5 سنين، كانوا هم اولى بالشارة. بس ما اعرفش عشان السن، ما اعرفش عشان هل اللعيبه دي مثلا بتوع فريق الشباب وده بتاع الفريق الكبير فلبس الشارة، بس يعني ما علينا. ويعني حتى لو مصطفى العش من ناشئين النادي الاهلي، بس الراجل طلع ورجع، يعني ما اعرفش، مش عارف هي متشافه ازاي، بس مبروك لمصطفى العش، بقت كابتن من كباتن الفرقه يا ابن المحظوظ. نتكلم بقى عن عمر سيد معوض وان هو لعيب مهاري ولعيب متميز، ونتكلم كمان عن ان في لعيبه كتير من الشباب اللي لعبوا امبارح هم افضل من اللعيبه اللي موجوده حاليا في الفريق الاول وبتلعب اساسيه. يعني الباك الشمال مثلا ممكن ياخد فرصه على كوكا، عمر سيد معوض ممكن ياخد فرصه كجناح، لعيبه خط الوسط برضو في لعيبه مميزه. يعني على الاقل في 2 3 من اللي لعبوا امبارح دول كانوا ممكن يلعبوا عادي او ممكن يبقوا احتياطي في الفريق الاساسي. فعايزين نبص لهم بصه اللي هو اشوف قطاع الناشئين عندي او فريق الشباب عندي في ايه حلو ممكن يطلع، لان مستوى فريق الشباب ده افضل من مستوى اللعيبه الاحتياطي بتاعه الاهلي، وافضل من مستوى اللعيبه اللي شاركت في اخر كاس رابطه احنا كنا موجودين فيه. فاللعيبه دي محتاجين يتبص لهم بصه كده نشوف منهم ايه مناسب وايه فيهم كواليتي عن اللعيبه اللي موجوده عندي. يعني ما ينفعش افتراضا ان حمزة عبد الكريم كويس، ما ينفعش يبقى انا عندي مشكله في المهاجم وعندي حد من الشباب برشلونه عايزه وكل انديه اوروبا عايزاه وما فكرش ان انا اصعده وكل ماتش اديله 10 دقايق ولا ربع ساعه لغايه الواد ما يجيب فورمه. مش معقول عمر سيد معوض يبقى اتلتيكو مدريد ولا فالنسيا ولا واتيفر النادي الاسباني اللي عايزه وموجود عندي وما صعدهوش. فده يعني ايه غريب شويه، خصوصا
ان الفريق الاساسي بتاعك بكل نجومك وبن شرقي ومحمد شريف وزيزو والكتيبه اللي عندك وتريزيجيه والكتيبه اللي عندك في الهجوم دي، انت تعادلت مع المحله بالعافيه. فلما فريق الشباب يتغلب 2-1 وهو الحكم مكتفه والحكم مضيق عليك الماتش بالطريقه دي ويتغلب 2-1، فلا انا محتاج ابص على الفرقه دي. وده يودينا لحته تانية بقى، لإياس ترب المدير الفني للنادي الاهلي اللي واخد البطوله بجد وبيفكر فيها بجد وبيتعامل معاها بجديه كانها ماتشات رسميه في الدوري او ماتشات رسميه في افريقيا. بجد انا بحييه على ده، وبحييه على ان اللعيبه في الملعب تحس ان هم في حاجه عايزين يعملوها ويمكن مش قادرين، بس اللي هو بتشوف تحركات اللعيبه كده لما حد في خط الوسط بيبقى معاك كوره، لما بيبقى الجناح معاك كوره، لما بنبقى حتى في هجمه مرتده علينا او في هجمه ضدنا، بتحس ان في تحركات للعيبه في الملعب، واوقات كتير بتمشي واوقات ما بتمشيش، بس يعني بتمشي. فمعناها ان اللعيبه دي بتطبق فكر المدرب، ان في فكر. يعني بعكس ما كنت بتكلم مثلا على الماتش بتاع منتخب مصر وان كابتن حسام اللعيبه كانت معاه كل لعيب لوحده كويس وعايز يقول حاجه وعايز يعمل حاجه، بس الفرقه جماعيا ملهاش شكل وزي الزفت. امبارح كان العكس، هو الفرقه جماعيا كويسه بس في مشاكل في الاداء الفردي لكل لاعب. فانا بحيي كابتن ياس تورب على الموضوع ده، ونتمنى ان احنا نستمر، ونتمنى ان هو يكمل كاس الرابطه بنفس الاهتمام ده، ونتمنى انه بما انه درب اللعيبه دي وخد معاها وقت يديها وقت اكتر في الفريق الرئيسي او في التدريب الرئيسي بتاع الفريق الاول ويطعم بيهم الفرقه. وكل التوفيق يا رب للنادي الاهلي في اللي جاي، وكل التوفيق لمنتخب مصر يوم الجمعه باذن الله قدام انجولا. ويا رب كاس الامم، ويا رب الدوري للنادي الاهلي ودوري ابطال افريقيا طبعا للنادي الاهلي. اشوفكم على خير، السلام عليكم.